هو لسه واحد عامل كده حاجه. السبب ايه؟ السبب ان العضلات دي بقت ضعيفه قوي، ودي برضه ضعيفه بس شدها لتحت بسبب كتر الاستخدام، فدي ضعيفه ودي ضعيفه. لازم اعمل استرتشات لدي وان انا ادلكها قبل الاسترتشات، هو ده الخطا. ان معظمنا بيبدا استرتشات على طول. طب ما هو الاسترتشات هي اصلا قصيره، اعمل لها استرتشات هتتقطع او يحصل لها مزق، فبالتالي لازم ادلكها ثم افردها ثم اعمل استرتش لورا واعمل استرتشات لدي، وبعد كده ابدا اعمل بالانس ما بين الاثنين. اما معظمنا بيبدا ازاي؟ بيبدا استرتشات على طول، فالاسترتشات هي اصلا قصيره، مش هقدر اجيب المدى الكامل، فالمدى الكامل ده يجي ازاي؟ يا اما عن طريق المساج جارد، يا اما عن طريق المساج، يا اما عن طريق الفوم رولر او الاداه اللي احنا شفناها، يعني كره التنس، كل الكلام ده في غايه الاهميه ان انا لازم استخدمه الاول. بعد كده ابدا اعمل لها استرتشات بايديا او بمساعده المدرب. بعد كده ابدا اشتغل عليها العكسيه، ابدا اشتغل عليها سترينث واقويها عشان تتفرد لورا، والتانيه ابدا اشتغل عليها برضه سترينث ويحصل بالانس. طيب ايه الفرق معظمنا ما